بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أحد برامجنا التعليمية، وهو تعلم فيجوال بيسك 2008 بدون معلم، أو ما يطلق عليه visualbasic.net. إن برنامج فيجوال بيسك 2008 هو جزء من بيئة التطوير مايكروسوفت فيجوال ستوديو، التي تحوي بالإضافة له برنامج فيجوال C++.net، وكذلك برنامج فيجوال C#.net. وتعتبر بيئة فيجوال ستوديو بيئة متكاملة، بحيث أنه إذا قمت بالبرمجة في أحد برامجها يمكن استخدام نفس هذا البرنامج في بيئة أخرى. مثلا إذا برمجت في فيجوال بيسك يمكن استخدام نفس بيئة التطوير في فيجوال C++ أو فيجوال C#.net، مما يعطي سهولة في التعامل مع مجموعة فيجوال ستوديو. وتعتبر مجموعة فيجوال ستوديو مجموعة متكاملة وبها العديد من التطويرات عن البيئة القديمة لفيجوال بيسك 6، وبها على سبيل المثال مجموعة من الأدوات المرتبة ضمن مجموعات، مثلا مجموعات خاصة بنوافذ النماذج، وكذلك الأدوات العامة أو أدوات التحكم العامة وغيرها من الأدوات. وكذلك هناك نافذة المشروع ويطلق عليها هنا Solution Explorer، بالإضافة إلى نافذة الخصائص. وسنتعلم المزيد في دروس تالية. وفي البيئة الجديدة لفيجوال بيسك يمكنك ملاحظة وجود صفحة جديدة يطلق عليها Start Page، وهي صفحة البداية لبرنامج مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2008. بها يمكنك ملاحظة المشاريع الحديثة أو التي تم التعامل معها حديثا، بالإضافة إلى إمكانية فتح مشروع أو إنشاء مشروع جديد، بالإضافة إلى الحصول على المساعدة حول ما تريد عن فيجوال بيسك، بالإضافة إلى رؤوس الأقلام الخاصة بالبرنامج فيجوال بيسك باستخدام MSDN. يمكن الانتقال إلى أي عنوان تريده. كذلك يمكنك التنقل بين نافذة التصميم ونافذة البرمجة باستخدام التبويبات الموجودة هنا في الأعلى مباشرة. ويمكن ملاحظة شيء جديد كذلك في فيجوال بيسك، أن المشاريع المختلفة أو البروجيكتس تخزن هنا باستخدام ما يطلق عليه solutions أو حلول. إذا بدلا من المشاريع هنا تخزن مجموعة المشاريع في ما يدعى أو ما يطلق عليه اسم solutions أو مجموعة حلول. وسنتعرف على تفاصيل هذه الأشياء في الدروس التالية، ونرجو أن ينال هذا المنتج على إعجابكم.